مرحبا بكم في كويزين عفاف. اليوم جبت لكم وصفة قديمة من قاع الخابية من كرني الوالدة. في هالوصفة هذه هي بريك الحلو. للبريك هذايا حضرت بيضتين، فرينة، زبدة وشوية فانسي تاع لوفور شيميك. حطيت مع البيضتين هذوما شوية ملح، نجم تركضها بيديك نمزجهم ولا نمزجهم بماكينة. بعد هذايا باش نزيدو 125 جرام زبدة، نحطو شوية لوفور، شوية على الاخر، نجم نقول اقل من نص مغرفة نتاع كافي. هذه بالنسبة ليا تعتبر مغرفة نتاع تي. باش نوريكم المغرفة اكافي، نجم نقولوا نص اللي يسربيو فيها الزرير عادة. هذه مغرفة اتي وهذه المغرفة اكافي. نجم لهني اذا تقعد شوية بنسي اللي هي اقل من نص. بالنسبة لقبل ما كانوش يمزجوا بالزباري، حتى باليد تتخلط. هذايا ارطل فرينة عليه شوية خميرة جاتو. تو باش نجمل، تو باش نلم العجينة. في الوقت هذايا باش نحضر حشو اللوز. نجموا تعملوا كل واحد واختياراتهم، راه نجموا تعملوا باللي تحبوا نتوما، جلجلان، لوز، بفريوة. اما هي الطريقة القديمة التقليدية اللي تورثتها هي اللوز الحشو. تو باش نكمل العجنة، نحط لها الزهر ابوبري 4 مغارف ونص، وبعد ما نكمل هذايا نخليها ترتاح المينيموم ساعة، وتنجم اكثر مش تطلع العجينة سوبل. قليت اللوز ورحيته باهي. بالنسبة لرطل العجنة هذه نستحق 370 جرام لوز على كل 200 جرام مغرفة أكل سكر بودرة. بعدها باش ناخذ بياض البيض، خذيت 2 بيضات باش نركضهم، وفي مرحلة موالية باش نبداها الساعة نرش عليه الماء الزهر، نحط له أبوبري مغرفتين 3 مغارف ماء زهر، ونكمل ببياض البيض لحتى لوين اللي توليلي عجنة متجانسة. حليتها هيك الورقة فين وعلى الاخر. باش ناخذ مبورت بياس هذية مدورة ابوبري 5 سنتيمتر 5 ونص، باش نعمل دائرات. العجنة مغطيتها، العجنة رتحتها اني قد ما ترتحها قد ما باهي. اني رتحت 3 سوايع الوقت اللي عملت فيه حوايج اخرى كتراها. توا باش ناخذ الدورة هذه، باش ناخذ قد كعبة البوفريو الحشو، اللي تعتبر كعبة البوفريو بالقشرة. هلا باش نحطها، باش نعملها فورمة البريكة ونبدأ نسكر فيها، نطبع فيهم هكا. بعدها بطريقتنا التقليدية باش نعمل لها كذلك، نزينها
الفرشيطة، الفرشاة هذه نعمل هيك، ندور. عندي القالب هذا متاع الصابلي فيه تشريفة باش نطلعها، باش نجي على الاكستريميتي ونطبع. اذا شفتوا كيفاش طبعت، هذا الزايد كل نحى، وهي تاخذ لي التشريفة تاع الطابع، وهكا تكون الكعبة حضرت. أنا حضرت توا مجموعة باش نهز توا للقليان. سخنت الزيت توا باش نبدأ نرميه البريك للقليان. توا صيح مرت باش نبدأ نخرج فيهم بالكعبة ونواصل بنفس الطريقة حتى نكمل الكمية كل. باهي حضرت الشحور لأن هني زيتو توا شوية زهر. الأحكار هو عملت كيلو سكر، عليه رطل ماء، وعملت عليه مغرفة تاع أكل ونص قارص.